الحلقة اللي فاتت حكينا عن الملك العقرب اللي حاول يحقق المستحيل ويوحد مملكة الجنوب والشمال تحت راية واحدة، لكن الحلم ما اكتملش. المعارك اشتدت والانقسامات فضلت موجودة لحد ما جه ملك من الجنوب عنده حلم زي العقرب، بس كان عنده كمان القوة والدهاء الكافي علشان يحققه. اسمه مينا، واللي عمله غير التاريخ للأبد. بعد وفاة العقرب حصل نوع من الفراغ السياسي. الجنوب فضل متحد لكن الشمال بقى أكتر حذر، وكل طرف بيراقب التاني، وكل قبيلة مستنية اللحظة المناسبة عشان تنتقم أو تستقل. وفي وسط الأوضاع دي ظهر شاب من السلالة الملكية في الجنوب، اسمه نارمر أو مينا حسب اختلاف المصادر. كان صغير في السن لكن نشأ على حلم الوحدة، وشاف مصير الملك العقرب. مينا ما كانش ملك عادي، كان سياسي قبل ما يكون محارب. اتعلم من تجربة العقرب ان القوة لوحدها مش كفاية، الذكاء مطلوب والتحالفات اهم. فبدأ يمهد الطريق للتوحيد بثلاث طرق: ضم القبائل الجنوبية كلها تحت حكم مركزي قوي، وأمن طرق التجارة بين الجنوب والشمال، واستخدم الرموز الدينية لتوحيد الناس. ودي كانت أول مرة يظهر فيها استخدام الدين كأداة وحدة سياسية. رغم محاولات السلام، الحرب كانت حتمية. على لوحة نارمر بنشوف نارمر بيضرب جندي شمالي في صورة بترمز لانتصاره. وفي آراء بتقول إن الحرب دي حصلت حوالي 3200 قبل الميلاد، وإنها استمرت شهور طويلة. لكن في النهاية دخل مينا مدينة بوتو عاصمة الشمال، وأعلن بداية دولة موحدة بيتلبس فيها تاجين على راس واحدة: تاج أبيض تاج الجنوب، وتاج أحمر تاج الشمال، والاتنين بقوا التاج المزدوج. ولأن الحاكم العاقل لازم يكون محايد، مينا ما خلاش عاصمته لا في نخل ولا في بوتو. اختار موقع عبقري على حدود الصعيد والدلتا بين الجبل والنيل، وسماها من نفر، واللي نطقها العرب بعد كده منف. من نفر معناها بالمصري القديم الجميلة المستقرة، وكانت أكتر من مجرد عاصمة، كانت رمز للعصر الجديد. هناك اتبنت أول إدارة مركزية، أول وثائق بيروقراطية، أول معابد، وتنظم الجيش، وتقسمت البلاد لأقاليم. المصريين ساعتها بدأوا يدونوا التاريخ وينظموا الضرايب والكتابة الهيروغليفية، ودي كانت بداية الدولة المصرية الأولى. من نفر فضلت عاصمة لمصر لأكتر من 1000 سنة، وكانت نقطة انطلاق لبقية الحضارة الفرعونية اللي احنا بنفتخر بيها لحد النهاردة. السؤال اللي بيشغل المؤرخين من زمان: هل مينا هو نفسه نارمر ولا هما شخصين مختلفين؟ البعض شايف ان نارمر هو اسم حربي، ومينا هو الاسم الرسمي الملكي بعد التتويج، وده بيظهر في قائمة ملوك سقارة وأبيدوس اللي فيها اسم مينا باعتباره مؤسس الدولة. لكن المؤكد ان مينا هو اول ملك حقيقي على دولة موحدة. لو كنت مكان الملك مينا وكان قدامك الاختيار تكمل حلم الملك العقرب وتخوض حرب التوحيد، ولا تدور على السلام والتحالفات؟ شاركونا برأيكم في التعليقات. ومن بعد العقرب اتحول الحلم الحقيقة، وبدأت أعظم حضارة عرفها الإنسان. مينا ما سابش مجرد تمثال، ده ساب لنا وطن. في الحلقة اللي جاية هنغوص أكتر في حياة ملوك الأسرة الأولى، ونحكي ازاي اتبنت الدولة المصرية خطوة بخطوة. اشتركوا في قناة حواديت مصرية وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الحكاية من أولها.